السلام عليكم ويا صباح الفل والياسمين عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو ما عملناهوش بقالنا فتره طويله. النهارده هنعمل منيو اكلات الاسبوع، فان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه باي فكره من افكار الاكل. فيلا بينا نسمي الله ونبتدي على طول كده في الفيديو على طول. انا ما حبيتش اطول عليكم اكتر من كده، وحبيت ان انا ادخل معاكم على طول في الفيديو، لان المده الفيديو طويله شويه، مع اني انا مسرعه جدا بس يعني الفيديو طويل شويه. فهنا معايا اول اكله يا بنات، وهي الفراخ وبطاطس وملوخيه. ودي اول يعني اكله ممكن تعملي جنبها عيش او تعملي جنبها رز. فاحنا النهارده كنا عاملين جنبها عيش وخلاص كده، يعني بحس ان هي يعني باختصار سهله كده وبسيطه، ومش بتاخد معايا وقت كبير. يعني شويه ملوخيه مع بطاطستين كده مع طبق مخلل مع الفراخ او اللحمه، بتبقى حاجه حلوه جدا وبتبقى وصفه سهله وسريعه جدا. معايا بقى تاني حاجة وهي العيش الفينو، هنعمل مع بعض عيش فينو، وهنعمل النهاردة شاورما، وكمان هنعمل الكبدة البلدي. يعني هنعمل ان شاء الله وصفتين حلوين، تقدري تعملي دي وجبة لوحدها، وتقدري تعملي دي وجبة لوحدها تانية، فاهميني؟ بس احنا عشان في جزء بياكل الكبدة وجزء تاني بياكل الشاورما، فعشان كده انا عملتهم الاتنين مع بعض، بس تقدري ان انتي ايه، يعني دي لوحدها ودي لوحدها. فهنا الأول حاجة كده زي ما انتم شايفين، أنا عندي هنا كيلو من الدقيق، حطيت عليه علبة زبادي، وحطيت عليه كمان خميرة ومعلقتين سكر ورشة ملح، وابتديت ان انا اقلب الحاجات دي في بعضها كده. وبعد كده نزلت بالمية الدافية، وأول ما العجينة دي اتلمت معايا نزلت عليها بربع كوباية من الزيت. تقدري تستخدمي زبدة أو زيت، بس هو الصراحة أنا بفضل الزيت أكتر في المعجنات، يعني بحس ان هو بيديه طراوة أكتر، وبحس ان هو أحسن، يعني خفيف كده، ويعني بحس ان هو مظبوط، مش عارفة ليه. عن الزبدة وعن الحاجات دي، بحب الزبدة في البسكوت والحاجات دي، بس معجنات عيش فينو أو قرص أو اللي هي خلية النحلة أو الحاجات دي، باحب أوي إن أنا أحط لها بس باحط لها زيت، بس يكون زيت نضيف اللي هو زيت ذرة أو دوار الشمس. أهم حاجة ما يبقاش زيت تموين، واللي هو بيبقى له ريحة مش حلوة. فبصراحة جميلة جدًا، والخلطة والوصفة دي جميلة جدًا. وصفة العيش دي عايزة أقول لِك إنها بتطلّع معاكِ العيش في منتهى الجمال. طبعًا أنا العجان بتاعي يعني مش بيلمها اللم اللي هو النهائي، فأنا باضطر إن أنا أضربها ضربتين كده بإيدي، بس كده، وهاسيبها تخمر وخلاص على كده. طبعًا إحنا عايزينها تكون فيها تلزيق، علشان هو ده يعني العجينة بتاعتِك لمّا يكون فيها تلزيق، بالذات بتاعة العيش الفينو أو الحاجة دي، فهي بتدّي لِك طعم أحلى وطراوة أكتر. فتعالوا بقى أمّا نعمل الكبدة، وتعالوا نعمل كمان الشاورما. أنا قطّعت معايا هنا بصل، وقطّعت طماطم، وقطّعت فلفل، وطبعًا حطيت بقى سخّنت كده الطاسة والحلة دي، كل واحدة كده حطيت معلقة زيت مع ليّا، وابتديت بقى اللي أنا إيه أسخّن فيهم كده وأشوّح فيهم لحد ما سخنوا معايا جامد. وبعد كده نزلت عليهم بالكبدة. الكبدة بتاعتي أنا جايباها متقطعة من الجزار، وبعد كده سلقتها كده، يعني اديتها سلقة كده في حبايتين حبهان مع ورقتين لورا، و ورشة ملح ورشة فلفل أسود عشان الزفارة، وخلاص على كده. سلقتها سلقة، وبعد كده شوّحتها في الزيت، وأول ما اتشوّحت معايا في الزيت نزلت عليها بالبصل، وطبعًا اتشوّح برضه معايا، نزلت بالفلفل، ولمّا اتشوّح نزلت كمان بالطماطم، وبس كده. حطيت لها كمان البهارات، كمون، كزبرة، فلفل أسود، برضه حطيت 7 بهارات، والملح بتاعي، وخلاص على كده. وسِبتها مع نفسها بقى، هدّيت عليها النار وسِبتها حوالي نُص ساعة، لحد ما الطماطم والبصل والحاجات دي كلّها تتسبِّك كده وتبقى حلوة، يعني تحسّي إن هي ما لهاش وجود، فبتبقى جميلة جدًا، بيبقى بُصّوا طعمها في منتهى الجمال. فبس كده زي ما أنتم شايفين، أنا شوّحت وحاولت إن أنا أضبّط كده على قد ما أقدر، وطبعًا نزلت بقى بالخضرة اللي عندي. تقدري تحطّي كمان فلفل حامي. واللي يا بنات الكبدة ديّة مش كبدة اسكندراني، الكبدة الاسكندراني بتتعمل بطريقة تانية، وهي بتتعمل بالثوم وبالفلفل بس، يعني بس الكبدة دي بتتعمل بالطريقة دي اللي هي الكبدة البلدي. فبس يعني حبيت إن أنا أقول لكم الفرق بين الاتنين، بس الصراحة الاتنين بيبقوا حلوين جدًا، بس أنا يعني كان نِفْسي أوي في الكبدة البلدي، بقى لي كتير أوي ما كلتهاش. وعايزة أقول لكم إن الكبدة البلدي دي إحنا بنعملها عندنا في الأفراح، يعني كنا زمان، يعني مثلًا من 10 سنين كده،
كان لازم العروسة تعمل الكبدة ديّة في الحنة، والعريس برضه يعمل في الحنة كبدة وفي الدخلة الغدا بقى اللي هو اللحمة والرز والحاجات دي. هنا بقى الزيت بتاعي كان سخن بتاع الشاورما، نزلت على طول بالفراخ بتاعتي اللي أنا مقطعاها كويس ومتبلاها ومنضفاها كويس جدًا، أنا ما تبلتهاش بس أنا يعني غسلتها غسلة حلوة وحطيت في قلبها طبعًا ملح وليمون ودقيق وحاجات من دي يعني أنا حاولت إن أنا إيه أخلّيها نضيفة كده وزي الفل والحمد لله كانت زي الفل معايا. بعد كده زي ما أنتم شايفين العيش طلع معايا وزي ما قُلت لكم قبل كده إن كان في الصاجة بتاعتي ما كانتش مضبوطة، فطلّعت لي شوية كده مش مضبوطين، بس أنا حبيت إن أنا أوريها لكم علشان كل حاجة كده تكون واضحة. بس والحمد لله طلع معايا كده زي ما أنتم شايفين وخلاص ده كان الغدوة تاني مرّة. تعالوا بقى الغدا تالت يوم أو تالت أكلة معانا، والنهارده هنعمل إن شاء الله لحمة بالخضار سهلة وبسيطة، وبُصّوا عايزة أقول لكم إن هي يعني بتنجز معايا وقت، وكمان بتبقى في حلة واحدة، فمش بتاخد معاكِ يعني إيه ضغط كتير فاهماني؟ خلاص حلة واحدة يتحط فيها الطبيخ بتاعِك باللحمة، والحلة التانية هيكون فيها شوية رز وخلاص على كده. فعندي هنا بصلتين كده حلوين هُم صغيرين شوية، لو عندِك بصلة متوسطة خلاص حطيها. وبعد كده حطيت كمان يا بنات شوية زيت، وأول ما البصل بتاعي اتشوّح ويعني دِبِل كده شوية نزلت عليه باللحمة، بس لو أنتِ هتعملي الأكلة دي بالشكل ده لازم تكون اللحمة معاكِ معلش لازم يكون البصل معاكِ اتشوّح وسِخِن أوي، يعني يكون سِخِن هو والزيت أوي، علشان تقدري إن أنتِ تحطّي عليهم اللحمة يعني ما تزردش مَيّتها غير لمّا إحنا بنبقى عاوزين غير بقى لمّا إحنا نهدّي عليها وإحنا بنبقى عاوزين إن هي إيه، تنزّل كل المَيّة اللي فيها، بس غير كده لأ، استني عليها لحد ما لمّا البصل بتاعِك يبقى حامي مع الزيت، وبعد كده انزلي عليها باللحمة بتاعتِك تمام، نزلت هنا بقى باللحمة المتقطّعة دي، أنا مقطّعاها شرايح كبيرة يعني قطع كبيرة مش صغيّرة، آمم فنزلت عليها بالشكل ده وشوّحتها كويس أوي مع البصل، وبعد كده يعني سِبتها دقيقتين كده تتشوّح كويس، وبعد كده نزلت عليها بالخضار، الخضار بتاعي يا بنات طالع من الفريزر آآ يعني لسه مجمّد، نزلت عليه وهو مجمّد كده، وهنا زي ما أنتم شايفين كنت باحط البهارات بتاعتي، حطيت 7 بهارات كمون، كزبرة، فلفل أسود، وما حطيتش ملح، سِبت الملح في الآخر خالص بعد الصلصة، وبعد ما هي غِلت كتير وقعدت حوالي يعني نُص ساعة أو 40 دقيقة أو ساعة إلا ربع كده على النار فاهميني؟ المهم إن أنا غطيت عليها هنا وسِبتها شوية مع البهارات، يعني عايزة أقول لكم إن هي أقل من 5 دقايق، وبعد كده نزلت عليها على طول بالخضار بتاعي. الخضار بتاعي ده مشكّل ده أنا جايباه عادي من السوبر ماركت مشكّل، يعني هو جزر، على بسلة، على فاصوليا، على بطاطس، يعني مشكّل كده، بس مش عارفة ليه يعني هو كانوا حاطين عليه بطاطس بس ما لقيتش فيه بطاطس، هو بس خضار اللي هو اللوبيا الخضرا والبسلة والجزر، اتشوّحوا بقى كويس جدًا وبعد كده حطيت عليهم الصلصة وخلاص ده كان الأكل بتاعنا بتاع تالت يوم. رابع يوم بقى والأكلة بقى المشهورة عندنا في مصر هي المعمّر، صينية المعمّر أنا عملتها بقى بالحلة الألمونيا دي علشان الصينية يعني بتوقّع اللبن وبتبهدل الدنيا معايا خالص، فهنا زي ما أنتم شايفين كده حطيت كوبايتين رز عليهم يعني نُص علبة زبادي أو علبة صغيرة اللي هي 100 جرام، عليهم كده معلقتين 3 قشطة، القشطة دي اللي هي المُعلبة تقدري إن أنتِ لو عندِك قشطة بلدي تحطّيها. بس وهاقلّب الأول اللي اسمه إيه ده، الزبادي مع القشطة في الرز بتاعي، يعني أغلّف الرز كده بالزبادي والقشطة وبعد كده هانزل عليه باللبن بتاعي، والحركة دي يا بنات ال علشان اللبن بتاعي مش كامل الدسم زي اللي إحنا بنجيبه من عند اللبان عندنا في مصر، فبدال هو طبعًا مش كامل الدسم، فبتبقي أنتِ محتاجة تاخدي الطعم بتاع المعمّر الأصلي، فإحنا بنضيف الإضافات دي علشان يدّي لِك الطعم اللي هو الدسم اللي هو أصلًا معمّر بيبقى دسم بيه، يعني القشطة والزبادي والحاجات دي بتدّي لِك نفس النتيجة. بعد كده نزلت باللبن، وبعد كده حطيت معلقتين سمنة، وحطيت كمان الملح بتاعي، ضبطت الملح بتاعي على المقدار المضبوط، وهنا أنا كنت متبلة زي ما أنتم شايفين كده فراخ، رُحت حطيتها وحطيتها في الفرن برضه معاه، وسِبتهم بقى الاتنين يستووا،
وتعالوا أمّا نشوف بقى بعد السوا المضبوط بتاعهم. طبعًا هي ما أخدتش لون جامد معايا أوي، لإن الفرن بتاعي كهربا فمش بيشعل الدنيا أوي، بس كده عامةً أنا هاغرفه أصلًا في طبق زي ما أنتم شايفين. بس عايزة أقول لكم إن هو ما شاء الله كان طعمه حلو جدًا، والحلة الألمونيا حلاوتها إن هي مش بتوقّع معاكِ اللبن، يعني زي اللي هو اللحوق اللي إحنا بنبقى نجيبه في مصر ده اللي هو بيبقى له حرف. بس طبعًا مش موجود، فخلاص إحنا نتصرّف وعملنا في الحلة دي، وما شاء الله برضه طلعته معايا حلو جدًا ومضبوط الحمد لله يعني فاهماني. فبس وبعد كده هاغرف بقى الفراخ بتاعتي برضه كانت طلعت معايا، وحطيت بقى سلطة قطعت طماطم وخيار وكده وخلاص وشوية مخلل، وده كان الغدوة بتاعتنا بتاعة رابع يوم. بُصّوا سهلة برضه وبسيطة وفي طعمها برضه في منتهى الجمال، وتقدري تستغني عن الفراخ وتعملي جنبها بطاطس مقلية وحاجات من دي برضه بتبقى جميلة، بس الصراحة أنا برضه باحبها أوي مع الفراخ المشوية. تعالوا بقى نروح لخامس يوم، وهنعمل النهارده إن شاء الله ال اللي هي المبكبكة الليبية. عندي هنا حلة كبيرة شوية نزلت عليها بمعلقة كده من الزيت، وبعد كده هانزل عليها أول ما الزيت بتاعي يسخن كويس أوي، هانزل عليها بالفراخ بتاعتي. عندي فراخ مغسولة طبعًا في ملح ودقيق وليمون ومتنضفة كويس جدًا ومتصفية من المَيّة بتاعتها أهم حاجة، وبعد كده أول ما الزيت زي ما أنتم شايفين كده سخن، هانزل عليها دلوقتي بالفراخ. طبعًا المبكبكة بتحب تقطيعة الفراخ تكون صغيرة شوية زيها زي الكبسة، فقطعيها صغير يعني الورك قسميه على 2 ولو كبير شوية قسميه على 3 وبرضه الصدر كده برضه فاهماني. فبس أول طبعًا أنا حطيته في الزيت وقلّبته طبعًا علشان يعني ياخد لون كده وياخد صدمة من الجهتين، وبعد كده هانزل عليه بالخضرة بتاعتي والبهارات، وهتشوفوا معايا التفاصيل إن شاء الله. بعد كده نزلت هنا بشوية فلفل أسود وشوية كمون وشوية سبع بهارات وبرضه شوية اسمه إيه ده كزبرة ناشفة، وطبعًا حطيت برضه شوية كده من الكركم وبس. شوّحت بقى الحاجات دي كلّها مع بعضها، وبعد كده أنا كنت فارمة هنا بصلاية حطيتها بالشكل ده كده برضه، وقلّبتها كويس جدًا فيها، ويعني حاولت اللي هي تتدبّل كده وتبقى يعني ريحة البصل كده تطلع، وأول ما ريحتها طلعت نزلت بعد كده عندي بتوم بفلفل حامي وفلفل رومي وفصين توم بس. تمام، بس بجد بيبقى يعني بتدّي لِك taste عالي أوي التوم، فصين التوم دول مع الفلفل لمّا بتضربيهم كلّهم في الكبة كده وبيدّوا لِك طعم حلو جدًا وtaste عالي جدًا، جدًا في الأكل. فهاوريكم برضه هي ما شاء الله الأكلة دي يا بنات بتبقى حلوة جدًا، وبرضه بعد الفلفل هنحط برضه إن شاء الله طماطم، معايا كده طماطمتين ضربناهم برضه في الخلاط كده أو في الكبة وهانزل عليهم. بس هنا برضه شوّحنا كده الفلفل مع البصل مع الفراخ مع التوم، كلّه اتشوّح كده مع بعضه، وبعد كده برضه هاروح أضرب كده الطماطم وهانزّلها عليهم. بُصّوا بتبقى جميلة جدًا، جدًا، وبرضه في حلة واحدة كلّه مع بعضه كده، فبتبقى سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت طعمها بيبقى حلو جدًا ومختلفة. بس أهم حاجة علشان ما تبوظ منِّك أو تحسّي إن هي يعني مش حلوة، أهم حاجة المبكبكة دي عايزة تاكليها لازم تاكليها وهي سخنة، يعني تخلّصي تحطيها على طول تغرفي وتاكلوا على طول. غير كده بتعجِّن معاكِ، يعني لو فضلتِ أكتر مثلًا لو فضلتِ نُص ساعة أو ساعة بعدها بتحسّي إن هي عجِّنت معاكِ. فأنتِ أول ما تطبخيها على طول يعني هي أصلًا مش بتاخد وقت معاكِ خالص، يعني ممكن بالكتير أوي هي ساعة واحدة بس بتكوني مخلّصاها، فتضبطي بقى نفسِك إن بعد الساعة دي على طول هتاكلي على طول منها فاهماني. بعد كده زي ما أنتم شايفين كده نزلت بمَيّة وصلصة وسِبتهم بقى يغلوا لحد ما الفراخ أخدت سِوَى كده يعني سِوَى إلا ربع فاهماني. وبعد كده نزلت عندي بالمكرونة بتاعتي. بس هي سهلة جدًا وطعمها بيبقى في منتهى الجمال وجديدة ومختلفة، يعني تغيير برضه مهما كان الواحد بيمل من الحاجة نفسها. نزلت هنا بقى بشوية كمان بطاطس علشان تدّيني برضه taste عالي أكتر، وبعد كده هانزل اسمه إيه ده، المكرونة بتاعتي. عندي طبعًا بقى مكرونة مشكّلة، مكرونة أقلام، مكرونة صغيّرة، مكرونة اسباجيتي، أي حاجة، أي نوع مكرونة هتضبط معاكِ وتبقى زي الفل. فبس كده زي ما أنتم شايفين شكلها، وعملت كمان جنبها شوية بطاطس كده محمّرة، وخلاص ده كان الغدوة بتاعتنا بتاعة النهارده، وتعالوا نشوف هنعمل تاني إيه.
تعالوا بقى أمّا نحلّي ونغيّر جو كده، وطبعًا إحنا ملّينا بقى من كتر الأكلات والحاجات دي، تعالوا بقى نعمل حاجة جديدة، فهنروح هنا نعمل بقى بسبوسة مكرملة كده، عايزة أقول لِك إن هي بتبقى في منتهى الجمال. معايا هنا كوباية من السكر، رُحت حطيتها على النار لحد ما اتكرملت خالص، وطبعًا وأنا بقى باكرملها تعالوا أمّا نعمل الخليط بقى بتاعنا وبتاع البسبوسة بتاعنا. معايا هنا نُص كيلو من السميد، دقيق السميد الخام اللي ما عليهوش أي حاجة، ده بييجي من السوبر ماركت، من أي سوبر ماركت، إسكالفانيدس، ماي ماركت، ليدل، اللي أنتِ يعني اللي جنبِك والمتوفر جنبِك هتلاقيه موجود عنده. حطيت كمان نُص كوباية من جوز الهند، ده اختياري، لو عايزة تحطي حطي، مش عايزة خلاص. تعالوا بقى أمّا نروح الأول نشوف كده الكرملة ديّة. أول كده زي ما أنتم شايفين هي اتكرملت، قعدت أقلِّب فيها وخلاص برضه، يعني أنا كل شوية عيني عليها باقلِّب فيها، وأول ما توصل معايا خلاص تدوب، السكر معايا يدوب يبقى زي الفل زي ما أنتم شايفين كده، هانزل عليه هانزل بيه على الخلطة دي بتاعتي، على دقيق السميد وكده. أنا طبعًا مش هاحط طبعًا أي حاجة غير البتاع اسمه إيه ده، اللهم صل عليكِ يا نبي، الكرملة ديّة أنا حطيت عليها كوباية كده من السمنة، وحطيت عليها كوباية كمان من اللبن، وقلبتهم في بعض، اللي هو أول ما يعني أول ما السكر اتكرمل نزلت عليه بكوباية لبن، ونزلت عليه كمان بكوباية من السمنة، بعد كده ضربتهم كويس أوي في بعض، وطبعًا نزلت بيهم على الخليط البودرة، أنا مش عارفة أنا هنِّجت والّا إيه، المهم إن أنا نزلت بيهم على خليط البودرة، وسِبتهم كده زي ما أنتم شايفين، قلّبتهم كويس أوي، وبعد كده طبعًا ما عجنتش تقليب بس، وبعد كده زي ما أنتم شايفين هافردها بالشكل ده. هاسيبها بقى ساعة كاملة من غير ما تدخل الفرن، لو أنتِ مش عايزة تسيبيها الساعة دي تقدري تحطي نُص معلقة بيكنج باودر، بس الصراحة لمّا بتسيبيها ساعة يعني الحباية بتاعة البسبوسة ذات نفسها بتبقى معاكِ فاردة، وبتبقى معاكِ واخدة من طعم كده الحاجة اللي أنتِ حاطاها، وبتبقى بُصّوا جميلة جدًا. فلو أنتِ مستعجلة خلاص حطي لها نُص معلقة بيكنج باودر، مش مستعجلة خلاص سيبيها ساعة، أو عايزة أقول لِك لو أنتِ سِبتيها ساعتين 3 براحتك، في ناس بيسيبوها يوم كامل، ودي تركاية حلوة جدًا بتطلّع معاكِ البسبوسة فعلًا مضبوطة. عندي هنا بقى شوية كده من اسمه إيه ده، اللوز المقشّر، رُحت حطيت كده على الوش وخلاص على كده، سيبها ساعة بقى مع نفسها، وبعد كده هادخّلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النُص لمدة ساعة، تمام. طبعًا أنتِ برضه بتتابعيها، يعني أول برضه ما الأحرف كده بتحمَر معاكِ، على طول بتبقي برضه عرفتِ خلاص إن هي استوت، فبعد كده بتطفّي عليها وبتشغّلي عليها الشواية، وبتكوني عاملة طبعًا الشربات بتاعِك، الشربات بتاعها كوباية ونُص سكر على كوباية ونُص مَيّة وبس كده، طبعًا بتغليهم على النار، أول ما تاخد غلوة بتنزلي عليها بكيس فانيليا، وبتنزلي عليها بعصرة ليمونة وخلاص بتطلع معاكِ زي الفل. طبعًا أنتِ حطيتِ كده الشربات بتاعِك، هتغطّي عليها بقى وتسيبيها شوية تشرب الشربات ده، وتعالوا بقى أمّا أوريكم شكلها عامل إزاي، بُصّوا يا بنات جميلة، 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 وكان طعمها في منتهى الجمال، بجد كانت تحفة. فطبعًا لو جرّبتوها قولوا لي بقى في الكومنتات، أنا طبعًا عملتها معاكم في فيديوهات تانية كتير، فلو جرّبتوها قولوا لي في الكومنتات إيه رأيكم فيها، بس هي بجد كانت خطيرة. فبس كده تعالوا بقى أمّا نروح لتاني وصفة معانا. النهارده برضه هنعمل شوية قُرَص كده بلدي بطريقة حلوة جدًا وبسيطة، القُرَص دي بقى اللي هي الفلاحي اللي بتفضل معانا ممكن بالأسبوع وممكن بال10 أيام، فمعايا هنا كوباية من الزبادي، أو لو عندِك لبن رايب حطي لبن رايب، أو لو ما عندكيش وعايزة تحطي لبن بس حطي زي ما تحبي، أو عايزة تعملي بمَيّة زي ما تحبي. أنا عندي كوباية زبادي، حطيت عليها معلقتين سكر، وحطيت رشة ملح، وحطيت عليها كمان كوباية كده كيس بيكن كيس خميرة فورية، وبعد كده حطيت كده إيه كوباية سمنة، كوباية وربع سمنة، كيلو دقيق بياخد معاكِ كوباية وربع من السمنة، تمام. عايراها كده على طول، لو أنتِ عايزة يعني لو أنتِ عاملة كمية كبيرة اقدحي السمنة، لو أنتِ عاملة كمية صغيرة خلاص ما لوش لازمة إن أنتِ تقدحيها، بس لو أنتِ عاملة كمية كبيرة اقدحيها علشان تفضل معاكِ يعني أطول فترة ممكنة من غير ما تحطيها ولا في التلاجة ولا في الفريزر، يعني أنتِ لو حطيتيها برّه كده في طبق بلاستيك وغطيتِ عليه خلاص هتبقى معاكِ زي الفل، مش هتبوظ ولا هيحصل لها أي حاجة. بعد كده نزلت بكيلو دقيق وعليه رشة الملح، وبعد كده هابتدي إن أنا أغلف السمنة بالدقيق بتاعي، أو الدقيق بالسمنة بتاعتي.
هاغلفها طبعًا واخليها كده زي الرملة لحد ما يعني الدقيق يشرب كده من كله، وخلاص على كده. هابتدي بقى إن أنا أنزل عليها كمان شوية كده بالمَيّة الدافية علشان أعجنها، وطبعًا أول ما تخمر معايا هابتدي إن أنا أقرصها وأشتغل فيها وأوريها لكم إن شاء الله في الآخر. المهم برضه يا بنات زي ما باقول لكم لو أنتِ عايزة لو هي هتفضل معاكِ مثلًا يعني فترة طويلة خلاص استني مثلًا تحت سمنة كويس أوي وبعد كده حطيها، بس أهم حاجة ولمّا يعني تضيفيها ما تشتغليش فيها وهي سخنة، استني شوية. فبس كده قلّبي بقى فيها واعجني فيها كويس أوي، وبعد كده خلاص سيبيها غطّي عليها وسيبيها بقى من نُص ساعة لساعة حسب الجو وحسب المكان اللي أنتِ حاطاها فيه. الصراحة أحسن مكان أنا باخمّر فيه باغطّيها كويس أوي وبادخّلها الفرن، يعني ما شاء الله بتفضل معايا نُص ساعة بس وبتخمر، صيف أو شتا، يعني ممكن في الشتا تاخد معايا ساعة إلا ربع، بس في الصيف نُص ساعة وممكن أقل كمان من نُص ساعة، وأي حاجة أنا باعملها بيتزا أو فطاير أو أي حاجة بتخمر معايا بسرعة، لإن طبعًا المكان الضلمة باحس إن هي بتخمّر أكتر. المهم إحنا خلّصناها وتعالوا أما أوريكم شكلها في الآخر، بس كده ده كان شكلها وكده أكون خلصت معاكم الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير ومع ألف سلامة.